يلا بينا. بدأ ولا لسه؟ عشان بياخد وقت. مش عدى على كده 20 ثانية. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب تكونوا بخير ان شاء الله دائما وابدا. كل سنة وانتم طيبين ورمضان مبارك ان شاء الله، وربنا يرزقكم اللي نفسكم فيه ان شاء الله من غير سوء يعني. إيه، ندخل كده في الموضوع بتاعنا. طبعا تشكيل نادي الزمالك، ونشوف بقى مفاجآت بسيرو هيعمل لنا ايه وهيظبط لنا ايه، وهل هيلعب ب 3-4-3 ولا هيغير. إيه، بس قبل ما ندخل في الموضوع ده عايزين نشوف صدى الفتنة اللي طلع قالها شوبير، او التحريض اللي كان بيحرضه. كلنا طبعا شفنا مباراة الاهلي، طرد 3 نقط برضه عارفينهم جايين منين. طرد البن شرقي اصلا يعني دي ما مش محتاجه فار، محتاجه حكم بس يكون عنده ضمير وعنده عينين بس يبص عليها بس يلا هنقول ايه. الاهلي كسبان، كسبانين، ها هم كسبانين. اتفرج كده مع بعض. تكسير للكراسي فين؟ في استاد برج العرب. هو ده اللي عايزه شوبير. هم ما لهمش دعوه الناس دي ما يعني هم غلطوا وعملوا اخطاء بس عشان ما نبقاش بنأذي حد، ولكن ده هو اللي عايزه شوبير. الناس دي ما تتفرجش الا على شوبير ال 24 ساعه، فيطلع يقول لهم يمين يمين، شمال شميل. هم كده اطفال يا جدعان، اطفال صغيرين، اطفال 17 18 16 14 عشرينات. الناس دي ما عليهاش لوم، اللي عليه اليوم اللي طلع يحرضهم، اللي ما حدش قال له انت فين لحد دلوقتي، اللي طالع يقول لك طالع بكل برضه. يخرب بيت البجاحه يا راجل، يخرب بيت البجاحه يعني. يقول لك انت لعيب في الزمالك، العب في الزمالك وانت منتمي لنادي الزمالك وبتاع ومش عارف ايه، ولكن لو ما خدتش مستحقاتك اوعى تسكت، ده حقك. اوعى تسكت على حقك. حقك ما فيهوش انتماء وما فيهوش. انت مال امك انت مالك؟ يعني انا بستعير كلمتك، انت مالك انت بنادي الزمالك؟ مالك باللعيبه اللي بتلعب فيه؟ مالك بانتمائهم؟ يعني حاجه الصراحه الواحد ما بيطيقش اصلا يشوفه. ونتيجه التحريض اللي هو عمله الكراسي كلها اتكسرت في ملعب برج العرب. طب الناس دي لو اتمسكت دلوقتي ما هيطلع يحرض وناس تانية هتتمسك. احنا ما بنحلش حاجه كده، انت ما بتحلش حاجه، انت بتزود التيم بله كده وانت سايبه يعسو في الاعلام فسادا. قلت امبارح انا في الكلام ده، قلت مش هيطلع برضه وهيروحوا هيعملوا والشتيمه شغاله. هل هيقفوا بقى جماهير نادي الاهلي مباراتين؟ ما سمعناش حاجه من رابطه الانديه يعني لحد دلوقت، لحد وانا بعمل البث ده. مفيش اي حاجه ولا قرار من رابطه الانديه ولا اتحاد الكوره ضد جماهير النادي الاهلي على اللي عملوه في الاستاد بتاع برج العرب. شوف اللي احسن من شوبير بقى، واللي احسن من الناس دي معانا طبعا. التشكيله بتاعتنا بسم الله الرحمن الرحيم. وفي حاجه مش عارف، ناصر ماهر ما اعتقدش ان هو هيدفع بيه. دونجا طبعا تراكم الانذارات مش هيلعب.
اسمه ايه، جهاد. جهاد برضو مش هيلعب عشان الاصابه اللي عنده. فما عندناش غير محمد شحاته وعبد الله السعيد في نص الملعب. شفنا احنا طبعا 3-4-3 بتروح عند الجون، بس مفيش ابداع فيها، مفيش اللي هي ايه تخلص الماتش 3-0 4-0 الكلام ده، اللي هي ما شفناش. هي دفاعيا كويسه جدا الى حد ما، بس انت هتلاعب فريق هيتكتل اصلا في الدفاع قدام الزمالك، حاجه اكيده. نشوف هو لو هو لعب بثلاثه. طبعا الونش حسام عبد المجيد وصلاح مصدق على شماله، محمود بن تايج على يمينه عمر جابر. دي بتبقى 3 في الدفاع، هتبقى 5 في الهجوم، هتبقى 3 لان الباكين هيطيروا قدام الباكين. محمد شحاته وعبد الله السعيد، قدامهم 3 مهاجمين. على الشمال مصطفى شلبي لو جاهز، واعتقد ان هو جاهز. احمد جفالي ممكن يلعب بيه، بس ما اعتقدش ان هو ممكن يبدأ بيه خالص. على اليمين احمد سيد زيزو ملك 100 عقبه، عشان الكلام ده بيزعل الاهلاويه. قدامهم راس حربه ناصر منسي او سيف الدين الجزيري. انا من وجهه نظري اللي بينزل ما بيبقاش كسلان. ناصر منسي هينزل ديب بطخ طخ طخ، الشغل اللي هو بيعمله ده بيجري على كل كوره احسن من الكسل اللي بنشوفه مع سيف الدين الجزيري الصراحه. حسام اشرف طبعا، يعني انا ما اعتقدش ان الراجل هيبدا بيه او هيلعبه، ممكن يبقى تبديله، بس ما اعتقدش ان الراجل هيعتمد عليه من اول مباراه، خصوصا ان هو 3 ماتش للراجل يعني. بالنسبه لاحمد الجفالي، انا سامع معرفش ان هو بيدبدب في الارض، عايز يلعب باي طريقه، فمعرفش. انا الصراحه ما بقتش باثق في اللعيبه اللي هي ايه بتيجي زي موتيابا ومش عارف ايه، ولا لاعبوهم والمدرب ما بيلعبهمش ليه، ولازم يلعبوا ولازم مش ما يلعبوش والكلام ده. ما بقتش باثق في اللعيبه دي الصراحه، فما نعرفش بقى يعني، مش هنحكم عليه غير لما نشوفه في ارض الملعب بيلعب 20 15 دقيقه كده، نشوفه بيعمل ايه. ممكن يبدا بيه، ممكن يبدا راس حرب حسام اشرف، ممكن، الله أعلم، ولو انها يعني مستبعده. ده في حالة أصلا لو لعب 3، يعني هو ممكن يلعب 4، بس أنت لو لعبت 4 هيبقى عندك مشكلة في نص الملعب. لو ناصر ماهر ما رجعش هتبقى عندك مشكلة كبيرة، لأن هتلاعب مين في نص الملعب؟ هتضطر إن أنت تدخل مين؟ زيزو 10، وتنزل مثلا إيه الجفالي يلعب بدل حد من المدافعين ويلعب مكان زيزو، بس انت كده هتبوظ الدنيا. ما اعتقدش ان الدنيا كده هتظبط. فاعتقد يعني بنسبة 70-75% هيلعب ب3-4-3. ايا كانت التشكيلة اللي هيلعب بيها، فالزمالك لازم يكسب المباراة دي بنسبة 800%، لازم يكسب. خلاص فاضل 10 مباريات، 30 نقطة لازم تاخدهم لو عايز تنافس، وتستنى بقى يعني لما تحصل غلطة من حكام يوقعوا لك الاهلي في ماتش ودي مش هتحصل. تستنى بيراميدز يقع، مش عارف مين يقع، تحافظ على الاقل على المركز الثالث، عشان لو اللائحة اتغيرت في الاتحاد الافريقي الموسم الجاي يبقى اول 3 يخشوا دوري الابطال، او اول 4. اول 3 يدخلوا دوري الابطال، الرابع والخامس يدخلوا الكونفدراليه كده. في حاجه هتتغير،
فاضمن مكان بقى في المركز الثالث حتى، ما تخسرش ولا تتعادل ولا ماتش، كله انزل اكسب. محرومين من الجماهير مباراتين بفعل فاعل، ولكن اللعيبه المفروض تعمل اللي عليها. المدير الفني شكله يعني شخصيته جامده. في المؤتمر الصحفي طلع قال لك هو الدوري المصري ما فيهوش اهداف ياما ليه؟ يعني انا بفضل ان اشوف 4 اهداف 5 اهداف في المباراه الواحده. هي الناس كلها راكنين اتوبيسات ورا ليه؟ والتحكيم لا، طلع في المؤتمر الصحفي قال كلمتين حلوين، لو ابقوا شوفوه على قناه نادي الزمالك. بس كده. يعني اتمنى ان شاء الله ان احنا نفوز بالمباراه دي، المباراه مهمه. والمباريات اللي جايه كلها مهمه اصلا. يعني قبل دخول رمضان كده الناس اللعيبه تفرحنا يسترجلوا شويه. والراجل شكله حاسم يعني وحازم في التمرينات، وشكله هياخد موقف من دونجا. في الماتش بتاع الاهلي دونجا كان بيقف على الكوره كتير، وهو واقف يصوت له من بره: يا عم العب، يا عم ايه اللي انت بتعمله ده؟ ده بنتايج فاتح لك، العب له. ودونجا طبعا ولا هنا راح سحبه. كل التوفيق ان شاء الله نادي الزمالك. ما تنساش بقى الدعم يا جدعان، عشان امبارح فاتح بس 22 دقيقة، لحد 22 كنت هكمل لسه للآخر. 22 دقيقة وقع. أنا أصلا ما عنديش مشتركين كتير، ما عنديش دعم كتير، معرفش اللي جنب تشم إن حد بيتكلم على الزمالك أو حد بيتكلم على أحمد شوبير بيدخلوا منين، أنا معرفش الصراحة. يلا كل التوفيق لفريقنا إن شاء الله. وهنشوف رابطة الأندية هتعمل ايه مع جماهير النادي الاهلي، هتوقفهم كام مباراه بالتكسير؟ هل معايير التكسير والشتيمه عندهم هي ولا في حاجه بتتغير؟ واحمد شوبير هيقعد ولا مش هيقعد بعد اللي احنا شفناه ده؟ بعدها بيوم، بعد ما طلع يحرض بيوم. كل سنه وانتم طيبين، ان شاء الله نفوز ونطلع معاكم بعد ما نكسب ان شاء الله. سلام.